أهلا وسهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتعرفنا مع بعض على أشكال التواصل المختلفة اللي بنستخدمها وبنتعرض ليها في حياتنا، وقدرنا نعرف كل شكل من أشكال التواصل بيحصل إمتى وبين مين ومين، سواء من الأفراد أو المجموعات. في الفيديو ده محتاجين نعرف عملية التواصل نفسها بقى بتتم إزاي، وإيه العناصر الأساسية لإتمام عملية التواصل. لكن في البداية خلينا نتعرف على عناصر التواصل، واللي هتكون المرسل أو السندر، والرسالة اللي بنبعتها المسج، والقناة المستخدمة اللي من خلالها بيتم التواصل، والمستقبل للرسالة أو ريسيفر، وأخيرا الفيدباك أو رد الفعل. وباختصار التواصل هو عملية بسيطة بتبدأ من المرسل اللي بيبعت الرسالة، مرورا بالقناة اللي بتوصل للرسالة زي التليفون أو الإيميل، وبعدين المستقبل اللي بيفهم الرسالة ويبدأ يديلك فيدباك عن اللي فهمه. وباختصار هي دي كده عملية التواصل بشكل بسيط جدا. ودلوقتي تعالوا مع بعض نعرف كل عنصر من عناصر التواصل يا ترى ايه وظيفته بالظبط. واول عنصر هنتكلم عنه هو المرسل او السندر، وده بيكون مصدر الرسالة اللي محتاج يبعتها للمستقبل اللي بيبدأ يتشارك معاه في عملية التواصل. والرسالة هنا المقصود بيها المعلومة او الفكرة اللي محتاج يوصلها للشخص اللي قدامه. والمرسل في المرحلة دي بيصيغ رسالته في صورة بسيطة وسهلة، بحيث يكون سهل على المستقبل فهم الرسالة ببساطة وسهولة. ونجاح المرسل في انه ينقل الافكار والمعلومات دي بوضوح بعيد عن التعقيد، ده بيسمى عملية الانكودينج. اما عن تاني عنصر وهي الرسالة، واللي بتكون المعلومة او الفكرة او حتى المشاعر اللي المرسل محتاج يوصلها للمستقبل. وتالت عنصر من عناصر التواصل وهي القناة، ودي الوسيلة اللي هيوصل المرسل من خلالها الرسالة اللي محتاج يوصلها للمستقبل. وفي أنواع كتير ليها، ممكن تكون قنوات اتصال شفهي زي الاجتماعات أو وجها لوجه، مكالمات التليفون، اجتماعات الفيديو كول، وهكذا. أو قنوات الاتصال المكتوبة زي الإيميل والتقارير ومنشورات التواصل الاجتماعي. ممكن يكون رسالتك المكتوبة متضمنة صور أو مقاطع فيديو أو رسومات بيانية لتوضيح رسالتك بشكل أكبر. ورابع عنصر من عناصر التواصل بقى وهو المستقبل، وده بقى الشخص اللي بيستقبل الرسالة ويبتدي يفهمها بشكل شخصي. بمعنى المرسل بيبعت الرسالة وبيستنى من المستقبل التفاعل والرد على رسالته بشكل معين، ولكن التفاعل ده بيتوقف على طريقة فهم كل شخص للرسالة، والتفسير اللي بيختلف من شخص للتاني على حسب تفسيره الشخصي. وده لأن كل مستقبل في عملية التواصل بيكون متأثر بأفكاره ومشاعره، وده اللي بيأثر على فهمه وتفسيره الرسالة. وعملية الفهم والتفسير ده بيكون اسمه ديكودينج. وخامس وآخر عنصر معانا وهو الفيدباك، وده هيكون رد فعل المستقبل على الرسالة، طبعا بعد ما يكون فهم الرسالة وفسرها. وممكن يكون رد الفعل ده لفظي أو غير لفظي، ولازم ناخد بالنا كويس من رد الفعل ده، لأن ده اللي بيحدد هل المستقبل فسر الرسالة صح ولا في أي حاجز أو تشويش أو تشويه للرسالة، وبالتالي أثر على فهم المستقبل للرسالة، وبالتبعية طبعا أثر على رد فعله، وده اللي بنسميه الباريرز. ودلوقتي خلينا نوضح عملية التواصل أكتر بمثال. تخيل كده في حالة إنك بعت طلب أجازة لمديرك عن طريق إيميل، ورد عليك بالموافقة على أجازة ب3 أيام. المرسل هنا هيكون هو أنت الشخص اللي طلب الأجازة. الرسالة هي هتكون نفسها طلب الأجازة اللي أنت قدمته. طب القناة هتكون عبارة عن الإيميل اللي أنت من خلاله بعت طلب الأجازة للمدير. أما عن المستقبل فطبعا هيكون المدير بتاعك اللي هيوافق على الأجازة. وأخيرا رد الفعل هو رد مديرك على الطلب بتاعك بالموافقة على الأجازة. وبكده نكون اتكلمنا عن عملية التواصل وعناصرها بشكل مفصل. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم أكتر عن الرسالة والعناصر اللي لازم تكون موجودة في الرسالة عشان توصلنا للتواصل الفعال. شكرا جدا ليكم، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.